السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. يعتبر مصطلح العولمة مصطلحا حديثا إلى حد الآن. ظهر مع بداية التسعينات وبعد انهيار الاتحاد السوفيتي في سنة 1989، حيث أن المصطلح الشائع قبل مصطلح العولمة كان هو مصطلح الأمريكا، أي جعل أي شيء أمريكي أو نشر الثقافة الأمريكية أو تصدير الثقافة الأمريكية للآخر. الآن تصدير الثقافة الأمريكية أو الغربية للآخر لا يعبر عنها إلا مصطلح العولمة. ومصطلح الأمريكا كان مصطلح شائع إبان القطبية الثنائية وصراع الكتلة الشرقية مع الغربية بزعامة الولايات المتحدة الأمريكية والشرقية بزعامة الاتحاد السوفيتي. انتشار مصطلح العولمة كان في بداية التسعينات، لكن بداية ظهوره وانتشاره أو الملامح الأولى له كانت منذ السبعينات، حيث منذ سنوات السبعينات بدأ مصطلح العولمة يعوض مصطلح الأمريكا أو الأمريكا أو نشر الثقافة الأمريكية أو تصدير الثقافة الأمريكية أو مصطلح الأمريكا بدأ ينطلق ليعوض بمصطلح العولمة. نحن لسنا لا مصطلح الأمريكا ولا مصطلح العولمة، لكن ما يخصنا هو مكنون هذه المصطلحات، خصوصا مصطلح العولمة وما وراءه. قد يكون مصطلح العولمة براقا وخادعا من بعض النواحي وفي بعض جوانبه، كمثلا كالحديث عن قرب الأسواق، كالحديث عن الأسواق المفتوحة، كالحديث مثلا عن الفرص المتاحة للإنسان في ظل العولمة، كذلك أهداف العولمة مثلا الجانب الذي قد يكون فيها هو جانب من ناحية المثالية، أي التعاون بين الدول في عدد من القضايا في إطار الأمم المتحدة إلى آخره. هذا الجانب مجرد الجانب البراق، لكن العولمة ومن يحركونها ومن يقودونها من الخلف ليس هذا هو هدفهم من الأساس. الهدف من العولمة هو إلغاء كل انتماء. الهدف من العولمة هو أن الإنسان يجب تفريغه من كل قيمة، أو جعل الإنسان مجرد شيء تشيئه، أن تكون قيمة الإنسان الواحدة هي لهته أو ركضه أو جريه وراء الملذات المادية. العولمة تستهدف أو من يسوقها ومن يحركها من الخلف يستهدفون إلغاء الانتماء للوطن، إلغاء الانتماء للأرض، إلغاء الثقافة، إلغاء التاريخ، جعل الإنسان كائن رخو. المرأة تتحول للرجل، الرجل يتحول للمرأة. بالنسبة للدولة يصبح السائد هو منطق لا دولة،
الانتماء يصبح للجندر إلغاء، كما قلنا، فكرة أنك أنثى أو ذكر، إلغاء أي انتماء ديني، أي انتماء لأي شيء، تفريغ الإنسان من كينونته ومن محتواه. حتى الانتماء الرياضي أو الفني أو أي انتماء من أي نوع يجب تدميره. الانتماء الفكري شيء مرفوض، الخصوصية الثقافية شيء مرفوض، الحكومات المركزية شيء مرفوض. يجب سقوط جميع المحرمات، جميع النواهي، لا دين لا إيمان لا شيء، إطلاق العنان، الغرائز، المبدأ، اللذة المادية. العولمة خطة أو مخطط يتم فيه تآمر على المجتمعات، على البشر، على الأديان. قبل دين الإسلام تآمر على مختلف القيم ومختلف العادات في مجتمعات الغرب قبل الشرق، بمعنى أننا أمام إبادة شاملة للوعي الجمعي للإنسان، إبادة للإنسان في حد ذاته. تخيل معي أنك في عالم لا دين فيه، لا أخلاق، لا قيم، لا أسرة، لا رجل، لا مرأة، لا دولة وطنية، لا جيوش وطنية، لا قوميات، لا خصوصية ثقافية، لا شيء. الإنسان يكون محايد، لا يعرف نفسه من نفسه، هل هو أنثى أم ذكر أم مسلم أم يهودي أم مسيحي، أم هذا حلال أم هذا حرام. لا شيء، إنسان محايد. ربما الدواب والبهائم خير منه. لكن السؤال الذي يطرح نفسه هو كيف سيتم هذا، أو كيف الوصول، أو كيف يسعى من يديرون العلماء للوصول لهذا الهدف، أن الإنسان لا دين له، لا انتماء له، لا هوية له، لا جنس له، الكل مرفوض، أنه شيء فقط، شيء ومحايد. الهدف بطبيعة الحال من بين أهم الآليات السينما، السينما التي تخاطب اللاوعي والعقل الباطن لدى الإنسان. دوائر العولمة تركز على السينما وعلى الأفلام السينمائية، خاصة لمارفل ودي سي كوميكس، وهما معروفان بالشخصيات الخارقة والأبطال الخارقين. السينما لأنها أداة أو وسيط السينما لأن السينما وسيط يتمثل في السمع والمشاهدة، ليس مثلا كوسيط الكتب. مثلا الشخص قد يختار ما سيقرأ، لكن من خلال السينما أو اعتماد دوائر العلماء السينما كوسيط، هذا يسهل انتقال الأفكار التي يريدونها والمفاهيم التي يريدونها. فتفاعل الناس مع الخبر المرئي أقوى بكثير
من تفاعل مع الخبر المقروء. كذلك السينما أو الأفلام السينمائية لها تأثير جد كبير وخطير على المفاهيم، وهي تستطيع تغيير المفاهيم والآراء عموما بطريقة سلسة وناعمة دون أن يلاحظ المتلقي ذلك. كذلك بالنسبة للسينما والأفلام السينمائية هي عمل وحدوي يعكس اتجاه واحد، أي بمعنى بمعنى أنه يتم عرض الأمور في أي فيلم سينمائي من وجهة نظر واحدة فقط، وليس هناك التزام بمبدأ الحياد. مثلا من أهم الأشياء التي يركز عليها أو تركز عليها دوائر العولمة أو شبكة المصالح الغربية التي تقود العولمة، أحد المصطلحات الذي هو كره الإله. يتم حاليا في إطار العولمة التي نعيش في صددها يتم ترويج هذا المصطلح، مصطلح كره الإله، من خلال مثلا أعمال دي سي كوميكس أو مارفل أو نتفليكس حتى أو هوليود فيما قبل، أو حتى الآن أو حتى حاليا. غير أنه من بين أخطر الأشياء وهو حينما يتم تلقف الأفلام التي تضمن أو التي بها عدد من الرسائل التي تريد شبكات المصالح الغربية إرسالها. الإشكال هي حينما يتلقف الإعلام الرسمي تلك الأفلام ويعرضها، فهو في هذه الحالة رسائل شبكات المصالح الغربية تصل إلى أكبر قدر ممكن من الناس ومن عوام الناس عبر الإعلام الرسمي الدولي، وهذا أخطر شيء. وبهذه الطريقة تكون شبكات المصالح الغربية أو من يديرون العولمة النيوليبرالية من خلف الستار قد نجحوا في مسعاهم. وكما قلنا سابقا، انتقلت الأمريكا إلى العولمة. الآن نحن لسنا في زمن الأمريكا بل في زمن العولمة، ويتم إرسال عدد من الرسائل إلينا من خلال السينما والأفلام السينمائية. الرسائل التي ترسل إلينا هي تحتوي على عدد من الرموز أو الشفرات أو سميها رسائل مبطنة أو أيا كان. إن تحدثنا عن هذه الرسائل أو هذه الرموز، فالسينما الأمريكية مليئة بالرموز والترميز قد يكون هو لب الأفلام السينمائية الأمريكية، خصوصا إذا تعلق الأمر بالجانب الديني. فالدين شيء مرفوض لدى شبكات المصالح الغربية أو مرفوض في إطار العولمة بالنسبة لها الدين شيء يجب أن يمحى، أن ينتهي من قلوب البشر قبل أو من عقول البشر قبل قلوبها. لماذا الدين هو حاضر في السينما الأمريكية؟ لأن من الأصل أو من الأساس
الغزو الأوروبي للقارة الأمريكية قام على أساس ديني، وتأسيس الولايات المتحدة الأمريكية قام على أساس ديني كذلك. فالأوروبيين الذين قدموا إلى القارة الأمريكية أو الأمريكية خصوصا من إنجلترا أو المجتمعات الإنجيلية، فإن رؤيتهم لرحلتهم نحو القارة الجديدة وقتئذ أو آنذاك كان من منظورهم هو عبارة عن رحلة حجاج يغادرون نحو أرض الميعاد، يشبهون أنفسهم في ذلك بهروب بني إسرائيل من مصر هربا من فرعون إلى أرض الميعاد. الإنجيليين أو المهاجرين الذين قدموا من إنجلترا والمجتمعات الإنجيلية نظروا في رحلتهم للقارة الأمريكية نظرة دينية، نظرة عنصرية. ماذا قوامها هو تطهير تلك الأرض الجديدة أو أرض الميعاد حسب مفهومهم من أي أجناس، وأي أجناس أو جنس بشري في تلك الأرض فهو أقل قيمة من أن يكون بشرا. الخلاص من أي بشر هناك هو من أجل إقامة دولة الرب ومن أجل أورشليم الجديدة حسب الشعوب التي هاجرت القارة الأمريكية. وهذا هو سبب القتل والإبادة على يد الإنجيليين والكاثوليك الأوروبيين بشعوب وقبائل القارة الأمريكية، الشعوب الأصلية. كل ذلك جرى باسم الدين، وهو بطبيعة الحال يعترف به أو شيء يعترف به المؤرخون الأوروبيون والمؤرخون الأمريكيون أنفسهم من خلال عدد من الكتابات. وكما قلنا الدين مرفوض في إطار العولمة. إن كان هناك دين فسيكون هو دين العولمة، شذوذ، لا انتماء، لا دين، لا ثقافة، لا خصوصية، لا دولة، لا جيوش وطنية إلى آخره. أجندة العولمة عن طريق ماذا يمكن مشاهدتها أحيانا وفي أغلب بل قل في أغلب الأحيان يمكن مشاهدتها من خلال أفلام مثلا مارفل وديسي كوميكس، حيث هذه أفلام مارفل والديسي كوميكس أو حيث المتتبع لبعض أفلام مثلا مارفل والديسي كوميكس ماذا سيلاحظ أن هناك فكرة واحدة يتم التركيز عليها في عدد من أفلامهم. مثلا هذه الفكرة ما هي؟ هي محاربة الإله الشرير والثورة عليه من أجل القضاء عليه. فمثلا من بين الأفلام في هذا الصدد مثلا فيلم حراس المجرة
الجزء الثالث، وهو فيلم من إصدار شركة مارفل، حيث هذا الفيلم يتم الحديث فيه عن أن هناك أبطال، أو مضمون هذا الفيلم وفحواه أن هناك أبطال يحاربون شرير لا ينتمي، هذا الشرير لا ينتمي لا للجنس البشري ولا الجنس المخلوقات الفضائية. هذا المخلوق الشرير أقرب ما يحاول من خلال الفيلم أن يرمى من خلال الفيلم، أو الفيلم أقل ما يحاول أن يرمز إليه من خلال هذا الشرير، يحاول أن يرمز إلى الله، أي أن هذا المخلوق الشرير الذي لا هو مخلوق بشري ولا هو مخلوق فضائي، وهو إله، وإله شرير، إله شرير. في هذا الفيلم تم تلقيبه أو لقبوه في هذا الفيلم بالمتحور الأعلى، المتحور الأعلى الذي يسعى إلى إنتاج سلالات جديدة من المخلوقات، يقوم بذلك بدون رحمة. الفيلم يركز كثيرا على قضية أن المخلوق ضجر وسئم من فاشية الخالق وجنونه ومن معضلة الشر، ومن جنوح وأنانية الإله، وكل الجرائم التي تقع والإله مسؤول عنها وينظر إليها ولا يمنعها. المقصود معضلة الشر. في هذا الفيلم هناك خطاب إلحادي واضح، وهذا الخطاب موجود في الغرب بشكل كبير. الآن غالب أفلام مارفل تركز على هذا الجانب، أي جانب الحرب بين الخالق والمخلوق، ولعل هذا هو عنوان الحاضر والقادم، خصوصا في الملحمة المقبلة من أفلام مارفل فيما يخص الأكوان الموازية، حيث الوعاء الروائي سيبدأ بالتمحور حول الحرب بين الخالق والمخلوق داخل الأكوان الموازية، بين سلالات بشرية وفضائية، بين الآلهة الشريرة والإنسان. بالنسبة لمفهوم الإنسان الشرير، عفوا الإله الشرير، هي فكرة موجودة في الغرب قديما أو منذ آلاف السنين، وهي ذات منشأ ومنبع فلسفي، وللأسف هذه الفكرة الفلسفية أو هذه الفكرة المتمحورة حول قرن الإله بدأ ترويجها بكثرة منذ بداية السبعينات، منذ تحول الأمريكا إلى العولمة،
في سبعينات القرن العشرين، حيث أن الإله الشرير أو مثلا مصطلح مثلا كره الإله، هذا موجود كثيرا. كره الإله على أي أساس؟ على أساس أن الإله الشرير. على أي أساس أن الإله الشرير؟ على أساس أن هناك معضلة تسمى معضلة الشر في العالم. على أي أساس هذه؟ على أي أساس الإله الشرير انطلاقا من هذه المعضلة، معضلة الشر؟ على أساس أن الله يقبل بالشر ولا يمنعه، ما دام هو إله فلماذا لا يمنع الشر؟ ومن هذه المعضلة ينطلق الملاحدة في مهاجمة الإله، وتنطلق العولمة في محاولة نسف الإله من خلال فكرة الإله الشرير، حيث أن كره الإله مصطلح وإيديولوجية، وهي بالإنجليزية ميزوتيزم. كره الإله أو بغض الإله أو الحقد على الإله الشرير المخادع الدموي. بالنسبة إيديولوجية كره الإله أو كره الرب أو الإله الشرير، فهي إيديولوجية ذات عدد من الروافد، منها الرافد العبري، أو لنقل الرافد اليهودي، والممثل في الأسفار التي كتبها اليهود في المنفى البابلي بعد أكثر من 500 سنة من نزول التوراة. هذا الرافد كذلك يتحدث عن فكرة الإله الشرير، كذلك الرافد المسيحي كذلك، أو لنقل أن الرافد اليهودي كان هو أول رافد، تلاه الرافد اليوناني من خلال الحديث عن الميزوتيزم عبر الفلاسفة، كذلك الرافد المسيحي. ما معنى كره الإله؟ معناه أن الأمر يتعلق بخطاب إلحادي صرف، لا يحتاج للنقاش ولا يحتاج للتفكير بكثرة. وماذا يعني الإلحاد؟ وماذا يعني انتشاره من خلال مجموعة أفلام دي سي كوميكس أو مارفل؟ يعني القضاء على الدين، يعني تحقيق أحد بنود العولمة في هذا الباب، أو أحد أهدافها، أو أحد بنك، أو أحد الأهداف ضمن بنك أهداف العولمة. وللأسف ما يتم مثلا ترويجه من خلال أفلام مارفل مثلا، وكما ذكرنا مثلا من خلال فيلم المجرة، وخصوصا في جزئه الثالث، فالأمر يمكن فهمه ببساطة، والأمر جد خطير، ويتعلق بالترويج لفكرة كره الإله ومحاربته وشيطنته، ونشر حالة الضجر منه ومن أديانه. وهذا كله ما هو إلا مرحلة انتقالية، أو ما هو إلا جسر أو قنطرة
الوصول للهدف الأسمى هو الممثل في إنكار الإله من الأساس، والوصول إلى حالة من العدمية وعدم من الاكتراث بالأساس، بمعنى إلغاء فكرة الدين وفكرة الإله من المخيال وقبله من القلب. هذا هو الهدف، وهذا من بين بنوك أهداف العولمة: القضاء على الدين عبر محاربة الإله لإنتاج إنسان رخو ليس له انتماء من أي نوع، لا الجنس ولا الدولة ولا الدين ولا أي شيء. إنسان عبارة عن شيء محايد. فيلم حراس المجرة خير فيلم يشرح بنود مؤامرات شبكة المصالح الغربية من خلال العولمة. فيلم حراس المجرة ينتهي في الأخير بأن مركبة حراس المجرة تتحول إلى سفينة نوح التي تنقذ السلالات من شر وإجرام الإله الشرير الذي توعد بالطوفان وتوعد بالإغراق، الإله الذي قرر حرق كل السلالات، حرق وقتل البشر وغيرهم فقط لأنه شرير. صورة يتم ترويجها من خلال هذا الفيلم من خلال منظور كارهي الإله، من خلال منظور يتجسد في صورة أخرى والتي أو الصورة التي يؤمن بها كارهو الإله بأن الله شرير، والممثل مثلا فأن اليهود تركوا ليحترقوا، تركهم الله ليحترقوا دون أن يقدم الله أي يدعو له، لأنه شرير ولأنه لا يحب الخير للبشر، لهذا تركهم ليحترقوا. هناك صور كثيرة في هذا المضمار وأفلام كثيرة في هذا المضمار. يجب على الإنسان أن يعي بالمخطط، أن يعي حقيقة الأفلام السينمائية والرسائل والرموز ولغة أو الترميز الذي يمر من خلال هذه الأفلام. جميع الأحوال وصلنا لنهاية الحلقة، وأعانكم الله، وإلى لقاء مقبل إن شاء الله.